السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد فأوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل فإنها وصية الله للأولين والآخرين. قال تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا
يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من البدعة ومن الضلالة ومن النار. ثم أما بعد، عباد الله، ها قد انقضت أيام الرحمات والبركات، ها هو قد صدق فينا قول ربنا جل في علاه أياما معدودات، وما هي إلا أيام، وستقف بين يدي ربك ومولاك سبحانه وتعالى، ستقف بين يدي ربك ومولاك سبحانه وتعالى فيقررك بذنوبك، فتنظر أيمن منك فلا ترى إلا ما قدمت، وتنظر أشأم منك فلا ترى إلا ما قدمت، وتنظر تلقاء وجهك فلا ترى إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. ها هي آية باهرة من آيات الله عز وجل مرت علينا عباد الله، رأينا الرحمات والبركات والمعطيات. عاش من عاش في هذه الأوقات في جنة من جنات الدنيا علامة أكيدة على صدق ما وعد الله به عباده المؤمنين بالنعيم المقيم في الجنة. إذا شعروا بما شعروا به وهم يطيعون الله أيقنوا بصدق ما وعدهم الله سبحانه وتعالى. قال بعض السلف إنه لتمر على القلب أوقات أقول لئن كان أهل الجنة في مثل ما نحن فيه إنهم لفي عيش طيب، لئن كان أهل الجنة في مثل ما نحن فيه إنهم لفي عيش طيب. هكذا عباد الله المؤمن يعيش في الدنيا في جنة من لم يدخلها لن يدخل جنة الآخرة، ألا وهي الأنس بالله والقرب من الله سبحانه وتعالى. وإذا وصل حال المؤمن إلى هذا الحال احتار فيه أعداؤه فلا يستطيع فعل أي شيء به. ها هو شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله وبركاته كان يقول ماذا يفعل أعدائي بي؟ إن جنتي وبستاني في صدري، أينما رحت فهي معي لا تفارقني، إن حبسوني فحبسي خلوة، وإن قتلوني فقتلي شهادة، وإن نفوني فنفي سياحة، أتعبد لربي عز وجل. هذا هو طعم الإيمان عباد الله الذي لا يمكن أبدا أن يحصله إلا من آمن بالله وعمل صالحا. قال الله جل في علاه من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فهي حكر، نعم حكر على أهل الطاعة وأهل العمل الصالح. عبد الله، عرفت فالزم، عرفت طريق السعادة الحقيقي. ليس السعادة أبدا في جلب مال أو في منصب وجاه أو في زوجة بهية جميلة أو في سيارات وأموال تكدسها في البنوك. إن السعادة أن تشعر بأنك قريب من ربك ومولاك. إن السعادة أن تشعر بأنك تناجي من بيده ملكوت الأرض والسماوات، الذي بيده خزائن كل شيء، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه. وإذا وجدت الله فماذا فقدت عبد الله؟ وإذا فقدت الله فماذا وجدت عبد الله؟ لو كانت معك الدنيا بأسرها، لو كان لك ملك فرعون، ماذا تفعل به إن كنت بعيدا عن الله تبارك وتعالى؟ هذا هو طريق السعادة،
أن نطيع الله تبارك وتعالى. ووالله الذي لا إله غيره مهما سلكت الأمة من طرق ومهما اتخذت الأمة من سبل ومن مناهج بعيدة عن شرع الله سبحانه وتعالى فلن تنال أبدا عز ولا راحة ولا سعادة إلا بعد أن تلجأ إلى ربها ومولاها. ومصدر هذه السعادة هو كتاب ربنا جل في علاه الذي قال ربنا في شأنه: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. كتاب ربنا جل في علاه الذي قال في شأنه: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. كتاب الله الذي يهدي للتي هي أقوم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. كتاب الله مصدر العز والرفعة والتقدم لا مصدر غيره. قال جل في علاه: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. فماذا أنتم فاعلون مع كتاب ربكم عز وجل بعدما جاءتكم الآيات البينات الواضحات، بعدما تأملتم في كلام ربكم وتذوقتم حلاوته؟ معجزة باهرة، بل هي أعظم معجزة أنزلها الله عز وجل على نبي من الأنبياء. فاسألوا الله عز وجل ألا تقسوا القلوب بعد هذه الأوقات المباركات، فإن قسوة القلوب بعد البينات أمر خطير. قال الله تبارك وتعالى: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. استعيذ بالله من قسوة القلوب بعد لينها ومن الحول بعد الكون ومن الضلال بعد الهدى. قولوا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. نعم عباد الله، نحن نحتاج إلى رحمات من العزيز الوهاب سبحانه وتعالى لكي نثبت في هذه الأيام وأمام هذه المحن. إلا عاصمة من الفتن إلا الله جل في علاه، فعلينا أن نلجأ إلى ربنا لجوء المفتقر من كل وجه إلى الغني من كل وجه. فالله عز وجل غني غنى مطلق سحاء الليل والنهار. أرأيتم ماذا أنفق على عباده منذ أن خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما بيمينه. ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم اجتمعوا في صعيد واحد فسألوا ربهم كل واحد منكم مسألته لم يغض ذلك ما بيمين الله، لم ينقص ذلك ما عند الله إلا كما ينقص المخيط الإبرة إذا أدخلت في البحر. فالله عز وجل غني عباد الله، فالجأوا إلى الله إذ لا ملجأ ولا منجى من الله إلا إليه. فروا إلى الله عباد الله. نحتاج إلى توبة في هذه الأوقات، توبة صادقة من كل الذنوب والمعاصي. تسأل نفسك عبد الله: هل قررت أن تثبت على طاعة الله وبدأت بأخذ الأسباب المعينة على ذلك، أم أنت من الذين قال الله جل في علاه في شأنهم: بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، يريد أن يفجر في الأيام القادمة؟ هل أنت
من الذين يمتثلون قول رسولنا صلى الله عليه وسلم: أحب الأعمال إلى الله دوامها وإن قل. هل تحب أن تتأسى بنبيك صلى الله عليه وسلم الذي كان إذا عمل عملا أثبته؟ إن تريد أن تكون كمن قال الله عز وجل فيهم: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. وصل حاله إلى أنه لا يتعظ بموعظة سواء عليك أو عظته أم لم تعظه، فإنه لا يعتبر ولا يتدبر بسبب أنه ترك آيات الله بعد أن رأى علامات قدرة الله عز وجل. بعد أن آتاه الله الآيات لا تكونوا عباد الله كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. أما من قصر في طاعة الله سبحانه وتعالى فليعلم أن الله غفور رحيم، أن الله سبحانه وتعالى تواب حليم. الله عز وجل يفرح بتوبة العبد أشد من فرح الذي فقد راحلته ودابته عليها متاعه في صحراء مدوية مهلكة، فإذ به يلجأ إلى شجرة فيقول: أنام تحت هذه الشجرة حتى تأتيني الوفاة، فإذ به يستيقظ وأمامه راحلته وعليها متاعه فيفرح فرحا عظيما لدرجة أنه يخطئ في التعبير عن فرحه فيقول: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. الله أفرح بتوبتك أشد من فرح هذا العبد براحلته. إله عظيم عباد الله، خيره إلينا نازل وشرنا إليه صاعد. متى نتوقف عن الذنوب والمعاصي؟ متى نتوقف عن مبارزة الله بمعاصي الخلوات؟ متى نعلم قدر الله عز وجل وما قدر الله حق قدره؟ متى نقدر ربنا تبارك وتعالى ملائكته يعبدونه ويسبحونه بالليل والنهار، منهم الساجد إلى يوم القيامة والراكع إلى يوم القيامة والمسبح إلى يوم القيامة، وحينما يرفع جميعهم رأسه عند قيام الساعة أتدرون ماذا يقولون عباد الله؟ يقولون: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، ما عبدناك حق عبادتك. إياك عبد الله أن تغتر بعبادتك، فوالله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا. دعاء نبيكم صلى الله عليه وسلم في يوم الأحزاب وهو من هو كان يقول: والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا. يا من أطعت الله اعلم أن هذا محض فضل من الله جل في علاه. من الذي شفع لك عند ربك حتى يختارك من عباده الأصفياء، حتى يصطفيك الله لتصف قدميك بين يديه، لتبتهل إليه بكلامه، لتتملقه بالدعاء. من الذي اصطفاك عبد الله؟ إنه ربك ومولاك، بلا فضل منك عبد الله، بلا تقديم أسباب، إنه محض فضل من الله عز وجل. مهما فعل فإنه فضل من ربك تبارك وتعالى. إذا علمت ذلك فلتكن حريصا على قبول العمل، فلتكن حريصا على قبول العمل، فإن الله جل في علاه أخبر عن حال السابقين فقال: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة
ابنة الصديق إنهم الذين يصلون ويتصدقون ويصومون ويخافون ألا يتقبل الله منهم كان الصحابة رضي الله عنهم على هذا الحال، بل كانوا يخافون النفاق على أنفسهم. فكان عمر رضي الله عنه يقف مع حذيفة ويقول: بالله عليك أسماني لك رسول الله في المنافقين؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه يخشى على نفسه النفاق، يخشى على نفسه الرياء. عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي سمع قول الله جل في علاه في آخر سورة الشعراء: وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، فمرض شهرا وعاده الناس لا يعلمون سبب مرضه، يخشى أن يكون من الظالمين. رضي الله عن عمر بن الخطاب. فليس الظلم بعيدا عمن ينتسبون للإسلام ولا الإيمان، ليس الظلم بعيدا عمن يظنون في أنفسهم أنهم يريدون تطبيق شرع الرحمن. هذا عمر بن الخطاب يخشى على نفسه من الظلم، بل يمرض شهرا ولا يعرف الناس لمرضه سببا، إلا أن هذه الآية أثرت فيه تأثيرا بالغا. عباد الله، هكذا حال المؤمنين. كان ابن عمر وحذيفة أيضا ينقل عنه ذلك، كانوا يقولون: لو نعلم أن الله تقبل منا خطوة واحدة ما أحببنا البقاء في دنياكم، ولكن الإخلاص عزيز. إذا علمت عبد الله أن الله جل في علاه قال: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، علمت أهمية ما أقوله لك. فهل سلم قلبك من الشرك والبدعة والظلم والنفاق والكبر والرياء والعجب وحب التصدر والرئاسة والعلو في الأرض، حتى تكون من هؤلاء الذين ينجيهم الله جل في علاه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم؟ إذا قرأت قول الله جل في علاه: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. علمت أنهم سلموا من كل أنواع العلو والفساد في الأرض. هذا سبب نجاتهم، أنهم لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. فلو أردت حتى العلو والتصدر وحب الرئاسة لست من هؤلاء، لست ممن ينجيهم الله جل في علاه. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. هل حصلتم التقوى عباد الله؟ الضرة المنشودة والغاية المفقودة. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. التقوى التي تصل إلى الله لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم. لا يصل إليه إلا التقوى التي محلها الصدق. عباد الله، كان النبي صلى الله عليه وسلم يشير إلى صدره ويقول: التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا. هل حققت التقوى عبد الله؟ هل حققت التقوى التي من أجلها فرض الله الصيام؟ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. بل كل العبادات
كل العبادات ما فرضها الله عز وجل إلا للتقوى. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. عبد الله، ما زالت الفرصة أمامك. عد إلى ربك ومولاك، وأنا أقصد بذلك الجميع. توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. توبوا جميعا إلى الله، فهذه الآية نزلت في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأين نحن منهم؟ أين نحن من رسولنا صلى الله عليه وسلم الذي كان يقول: اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وجهلي وإسرافي في أمري وكل ذلك عندي. هذا حال نبيكم صلى الله عليه وسلم الذي كان يتوب في اليوم أكثر من 100 مرة. كان يقول: إنه ليغال على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة. لما سأله الصديق رضي الله عنه دعاء يدعو به في صلاته، صديق الأمة، فعلمه هذا الدعاء: رب إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. رب إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا وإن لم تغفر لي وترحمني فاغفر لي وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد. عباد الله، أقول هذا الكلام لأنه والله لا عاصم ولا ملجأ من الله إلا بالعودة إلى الله تبارك وتعالى. لن تنتشع الغمة ولن ترفع الفتنة إلا إذا لجأنا إلى الله سبحانه وتعالى، كما كان يفعل نبينا صلى الله عليه وسلم: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. ظل يوم بدر يدعو ربه عز وجل ويلجأ إليه سبحانه وتعالى حتى وقع رداءه من على كتفيه، وقال له الصديق بعض مناشدتك ربك إنه منجز لك ما وعدك. وكذلك فعل في يوم الأحزاب وفي كل مواقفه صلى الله عليه وسلم. عباد الله، المؤمن الحق هو الذي ينظر في عيوب نفسه ويتفقد أحواله وأخطاءه ويصحح هذه الأخطاء، لا يكون كالمشركين الذين قالوا: لو شاء الله ما أشركنا نحن ولا آباؤنا. ولا يكون كإبليس الذي قال: ربي بما أغويتني. ما أسهل أن تعلق أخطائك على شماعة الآخرين. المؤمن الحقيقي يعلم أنه ما نزل بلاء إلا بذنب وما رفع إلا بتوبة. ألم تقرأوا قول ربكم جل وعلا: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم. أولم نقرأ قول ربنا جل في علاه: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي
نفسيا هو الذي يغير الله ما بنا بسببه، إنما لا بد أن يكون التغيير تغيير للنفوس، تغيير من الداخل، حتى يتنزل علينا نصر الله تبارك وتعالى. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. قال الله جل في علاه: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. هل تصدقون الله عباد الله؟ هل توقنون في وعد الله عباد الله؟ إن الله لا يخلف الميعاد، لا يخلف الله عز وجل وعده. لا بد أن تتهم نفسك أنت لم تحقق هذا الشرط. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض ولو وقفت أمامهم قوى الأرض بأسرها، فإن معهم سبب الفوز، سبب النجاة. النبي صلى الله عليه وسلم تعرض لمؤامرات من اليوم الأول، وكذلك تعرض الصديق وعمر وكل الصحابة، وتاريخ الإسلام شاهد على مؤامرات الأعداء. لكن كيف نجاهم الله من هذه المؤامرات حينما كانوا أصفياء أولياء عبدوا الله حق عبادته؟ وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فهل وضعنا العبادة نصب أعيننا؟ هل كنا نسعى لتكثير عباد الله الصالحين؟ أم كنا نصد عن سبيل الله جل في علاه؟ قال الله سبحانه وتعالى: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي. ليس أي عباد، يرثها عبادي الصالحون. إن في هذا بلاغا، إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين، إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. لن ننال تمكين ولا نصر إلا بعبادة الله، إلا بأن ننظر في أنفسنا كما فعل الآباء والأنبياء. أبا آدم لما أهبط من الجنة إلى الأرض نظر إلى نفسه فقال: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وهذا موسى عليه الصلاة والسلام حينما أخطأ وقتل المصري قبل أن يؤمر بقتال: رب إني ظلمت نفسي مباشرة، رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. هذا نوح عليه الصلاة والسلام لما قال له ربه: فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. قال: رب إني ظلمت نفسي وإن لم تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين، وإن لم تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. هذا يونس عليه الصلاة والسلام أخطأ في اجتهاد فترك قومه ولم يستمر معهم في الدعوة إلى الله، فألقي في البحر ثم التقمه الحوت فإذ به في الظلمات يتذكر هذا الذنب ليخرجه ربه من هذه الظلمات فيقول: لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت سبحانك، أنزهك عن أي نقص، أنزهك عن أن تخلف وعدك أولياءك، لا إله إلا أنت سبحانك، إني كنت من الظالمين، إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. هذا هو السبيل، لا سبيل سواه، لا سبيل سواه. لا بد أن نعترف بأخطائنا عباد الله. النبي صلى الله عليه وآله وسلم ندعي جميعا أنه هو أسوتنا وهو قدوتنا،
سماه قومه الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم. بهر الناس بخلقه صلى الله عليه وسلم. قال إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. فهل أخلاقنا الآن أخلاق من يستحقون النصر أم هي أخلاق من يستحق الهزيمة؟ هذه الأخلاق عباد الله إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. الطعن والتفسير والتكفير والتبديع لأجل خلاف قد يكون مجرد خلاف سياسي، يكفر الناس بعضهم بعضا، يضلل بعضهم بعضا، يقعون في أعراض العلماء، ينشرون الأكاذيب والضلالات. قال الله جل في علاه إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. وسيعلم الجميع أن أعراض العلماء مسمومة، وأن عادة الله في هتك أسنان منتقصيهم معلومة، وأن من ترك لسانه فيهم بالسلب ابتلاه الله قبل موته بموت القلب. إذا كان ربنا جل في علاه أمرنا أن نرد الأمر إلى أهل العلم الثقات الأثبات، فقال فلولا وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي العلم منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. عباد الله، هذه ليست أخلاق من ينصره الله تبارك وتعالى. لابد أن يكون الشرع حاكما على أقوالنا وأفعالنا وتصوراتنا، ليس محكوما، ليس الذي يحكمنا أهواؤنا ورغباتنا وتطلعاتنا. هذا هو معنى العبودية، هذا هو معنى الاستسلام، أن تكون عبدا لله، وإلا فقد وقعت في عبودية هواك. قال الله تبارك وتعالى أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام حال بعيد عن شرع الله الذي لا يحكم تصرفاته بشرع ربه عز وجل. إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. لا نجاة عباد الله إلا في ذلك. وأنا أعلم الظلم والبغي الذي يقع من أطراف عديدة، لكن هذه رسالتي لإخواني جميع الإخوان كل المسلمين الملتزمين بشرع الله عز وجل. لو طبقنا شرع الله في أنفسنا لكنا أهلا لتنزل نصر الله علينا. لا تعلق أخطاءك على شماعة الآخرين، راجع نفسك تصوراتك. هذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي قال لنا ربنا في شأنه لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. كذبه قومه وآذوه وأخرجوه وخرج يعرض نفسه على أهل الطائف فكذبوه وآذوه وصدوا دعوته وأصروا واستكبروا استكبارا، فإذ به صلى الله عليه وسلم يتركهم فيغروا به سفهاءهم أطفالهم والسفهاء يسيرون خلف نبينا صلى الله عليه وسلم يلقونه بالحجارة، فكان مهموما هما شديدا صلى الله عليه وسلم. فإذ بربنا جل في علاه يرسل إليه ملك الجبال فيقول يا محمد إني رسول الله إليك وقد سمع مقالة قومك لك وما ردوا به عليك، وإن شئت أن أطلق عليهم الأخشبين لفعلت. فإذ بنبينا صلى الله عليه وسلم الذي يضع مصلحة هداية الناس نصب إليه، لا يقدم عليها أي مصلحة ولا ينتقم لنفسه رغم أنه ظلم، فيقول لا بل أرجو الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به أحدا، لأنه صلى الله عليه وسلم
بعد ذلك إلى المدينة، فيؤلف الله عز وجل بسببه بين الأوس والخزرج وبين المهاجرين والأنصار، وتسهل الثوائب، بل يعقد عقدا مع اليهود حتى يستطيع بناء أمة متسامحة في بدايتها صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك تكون غزوة أحد مع الكفار والمشركين الذين آذوه، فتكسر رباعيته ويشج وجهه ويسيل الدم على وجهه صلى الله عليه وسلم، وإذ به يحكي لقومه ويسأل نفسه أن نبيا من الأنبياء آذاه قومه حتى أدموه، وهو يقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. فهو يتمكن منهم حين يفتح مكة، يستطيع أن يصفي كل حساباته مع جميع خصومه صلى الله عليه وسلم، فيقول لهم ما تظنون أني فاعل بكم؟ فيقولون أخ كريم وابن أخ كريم، قال اذهبوا فأنتم الطلقاء. هو الذي قال من دخل بيته فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن، ومن دخل دار بني سفيان قائد معركة أحد فهو آمن. هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم الرحمة المهداة الذي أنشأ الدولة بالرحمة قبل العدل، فخضع له الجميع، العدو قبل الصديق. هذا هو رسولنا صلى الله عليه وسلم الذي خالفنا أمره وخالفنا سيرته، ولن تقوم لنا قائمة إلا إذا عدنا إلى نهجه وسيرته صلى الله عليه وآله وسلم. فهو صديق الأمة الذي تعلم هذا الأمر من نبيه صلى الله عليه وسلم. فإذ ببعض الصحابة يقعون في عرض أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق المبرأة من فوق 7 سماوات، يقعون في عرضها، ومنهم صالحون ناس أجلاء وقعوا في عرض عائشة، خاضوا في الإفك. فلما أنزل الله عز وجل براءتها أقسم الصديق ألا يصل إليهم منه بر. بعد اليوم كان يصلهم ويطعمهم ويتولاهم، فنزل قول الله تبارك وتعالى ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. أردت أن أضيء فقط على موقف النبي صلى الله عليه وسلم لنعلم البون الشاسع والفرق الهائل بيننا وبين صحابته. لن تعود الخلافة إلا على منهجه. قال النبي صلى الله عليه وسلم تكون فيكم النبوة ما شاء الله أن تكون، ثم ينزعها الله إذا شاء أن ينزعها، ثم تكون خلافة راشدة على منهاج النبوة، ثم يكون ملكا عاضا، ثم يكون ملكا جبريا، ثم تكون خلافة راشدة على منهاج النبوة. فيا أهل الإسلام يا من تحبون نصرة دين الله تبارك وتعالى، تأملوا منهج نبيكم صلى الله عليه وسلم، اجعلوه في قلوبكم، وكلما أتيحت لكم الفرصة طبقوه على أرض الواقع، لا تتعللوا بعلل واهية، فإن هذا هو الذي يضيع الأمة. إن هذا هو الذي يضيع الأمة عباد الله، أن تترك تطبيق شرع الله عز وجل في الأوقات التي تستطيع أن تفعل ذلك. نسأل الله أن يردنا والأمة إلى دينه ردا جميلا. اللهم ردنا والأمة إلى دينك ردا جميلا. اللهم ردنا والأمة إلى دينك ردا جميلا. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. ربنا أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، وانصرنا على من بغى علينا. ربنا اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك رهابين، لك مطواعين، إليك أواهين منيبين. تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وأجب دعوتنا واهد قلوبنا
وسدد ألسنتنا واسلل سخائم صدورنا. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. اللهم انصر المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم عليك بكل جبار عنيد. اللهم عليك بكل جبار عنيد. اللهم عليك بالظلمة والمفسدين. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا. اللهم انصر المستضعفين من المسلمين في سوريا وفي فلسطين وفي العراق وفي الشيشان وفي أفغانستان وفي بورما وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ولا يؤمنون بوعدك، وخالف بين كلمتهم وألق الرعب والفزع في قلوبهم وأنزل عليهم عذابك ورجزك إله الحق. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وأقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه، بلى قادرين على أن نسوي بنانه، بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، يسأل أيان يوم القيامة، فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر، يقول الإنسان يومئذ أين المفر، كلا لا وزر، إلى ربك يومئذ المستقر، ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، بل الإنسان على نفسه بصيرة، بل الإنسان على نفسه بصيرة، ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه. الله
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناضرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يك نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى الله سمع الله لمن حمده الله أكبر الله الله أكبر الله
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.